حاجة. في حاجة يا زيدان؟ الخواجة موسى بيسأل عن الأخ سعد. خليه متلقح لغاية لما غير هدومي. حاضر يا أخ سعد. إن جيت للحق يا ابني أنا بقيت بتشائم أما الراجل ده يحط رجله في التكية. طمني يا مكرمات، أنا النبادي هقطع عليك رجله خالص. شوف يا موسى، إذا كنت جاي تزيد وتعيد في الحكاية اللي كلمتني عنها. يا سعد يا ابني اهدى كده، ما تبقاش حمى، الكلام أخد وعطا. معاك يا موسى مفيش عطا أبدا، أنت دايما بتاخد. طب المرة دي بقى مستعد أدفع اللي تقولوا عليه. للدرجة دي بقت الحكاية مهمة عندك أوي يا موسى؟ عظم جد اللي مدفون هنا ما يتنقلش بذهب العالم كله يا سعد يا ابني. أولا جدك محدش لغاية دلوقتي عرف طريق جره من يوم ما تاه في الصحراء من الغلب اللي شافه على ايديكم. غلب؟ مين اللي قال كده؟ ده احنا كنا مهنيين، ده انت لو هديته جدار البحر هتلاقوه نايم اخر راحه. يبقى أنت يا ابن الناس اللي عايز تهد مش عايز تبني. ليه يا موسى عايز تهد المحبة والسماحة اللي عاشوا فيها سكان التكية طول عمرهم؟ ما انتوا كنتوا عايشين معانا هنا في أمان الله. إيه اللي خلاكوا تهربوا من هنا؟ احنا ما هربناش الا من الظلم اللي وقع علينا يا ست كرامات. بس قبل ما تهربوا يا موسى سرقتوا دهب التكيه كله. الدهب ده حقنا، ازاي نشترك في بنا التكيه من غير ما ناخد وجبتنا؟ الحمد لله اديك اعترفت بعظمه لسانك انكم خدتوا حقكم. ايوه بس لازم ننفذ وصيه جدي ويتلم شملنا هنا تاني التكيه، والا اللعنه هتتحقق ونفضل مشتتين في كل مكان. اللعنه دي هتفضل وراكم لحد يوم الدين عشان عصيتوه وفضلتوا انكم تبقوا عبيد للذهب بدل ما تبقوا عبيد للرحمن. لا 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 لا، ده افترى، ده كده، ده احنا ناس نعرف ربنا كويس قوي. طب هات واحد في الدنيا ما يكونش اتأذى على ايديكم يا موسى. يا سعد يا ابني احنا ناس غلابه، احنا نقطه في بحر، والناس اللي حوالينا غلام ما كناش نهبش فيه ويهبشوا فينا ونفضل طول عمرنا مش لاقيين مات ويلمنا. ما ارض الله واسعه يا اخي، اشمعنى التكيه اللي حطيتوا عليكم عليها بس؟ ما قلت لك يا سعد يا ابني عظم جدي مدفون هنا. هترجع تاني تقول لي عظم جدك يا موسى؟ اولا ده ما كانش جدك لوحدك، ده كان جدي وجدك وجد العالم كله، ولو العالم كله فكروا زي ما انتوا بتفكروا كده يبقى كل الناس تيجي تقعد هنا بالتكيه يا موسى. يعني خلاص يا ست كرامات انكتب عليا انحرم حتى من زياره عظم جدي؟ أعوذ بالله. يا خواجة موسى حد في يوم من الأيام منعك إنك تخش التكية؟ ما هي التكية طول عمرها على يدك مفتوحة لكل خلق الله. ما هو انا لازم اهد الجدار البحري لاجل ما اتاكد ان عظم جدي مدفون هنا. يعني عايز تهدد شمسون يا موسى وتهد التكيه عليا وعليك؟ ساعتها بقى يبقى دفعنا الناس تمن تعذيبهم لينا. انت ليه بتكره الناس فيك اكتر ما هم بيكرهوك؟ الناس مهما كرهتني هيفضلوا عبيد الذهب اللي عندي. انت يا ست كرامات مش معاك حجه بتثبت ان التكيه دي بتاعتي؟ طبعا، وكل الناس تشهد بكده. بكره هتشوف ان كل الناس اللي بيكرهوني دول هيقفوا في صفي انا لما اجي طالب بحقي في التكيه دي. والحجه بتاعتك ابقي بالليها واشربي ميه انت.